هو الدولار رايح على فين؟ ومين السبب في ارتفاعه وفي الأزمة اللي حصلت؟ بعد ارتفاع سعر صرف الدولار قصاد الجنيه ارتفاع ملحوظ بعد أسبوع العيد واللي عدى حاجز 48 جنيه للمرة الأولى من شهر أبريل الماضي. الارتفاع المفاجئ قلق كتير من الناس وبقى فيه تساؤلات، يا ترى الدولار هيعدي فعلا حاجز 70 جنيه ولا هيحافظ على ثباته؟ ويا ترى ايه الأسباب للارتفاع المفاجئ وايه اللي هيحصل للاقتصاد المصري؟ في أسباب كتير ورا الارتفاع ده، أولها زيادة الطلب على الاستيراد، خاصة مع بداية موسم استيراد جديد بعد أجازة عيد الأضحى، واللي ساهم في الضغط على سعر صرف الدولار وأثرت التوترات في المنطقة العربية بالسالب على عوائد قناة السويس، وده اللي قلل من تدفقات الدولار وأثر على سعر صرفه. بالإضافة لذلك ارتفاع الدولار يعكس التزام البنك المركزي بتطبيق سياسة العرض والطلب في تحديد سعر الصرف، مما يؤدي لتقلبات طبيعية في السوق، ده غير عودة السوق الموازي لاستبدال الدولار بسبب أجازة عيد الأضحى، واللي كانت فيه البنوك وشركات الصرافة مغلقة لفترة تجاوزت الأسبوع، وده بسبب سداد الدولة المتوالي لكتير من البنود كأقساط وفوائد القروض اللي بدأت تقرب مواعيد سدادها. التقلبات في أسعار الصرف اللي كانت بتحصل قبل كده بزيادة ما تجاوزتش ال 48 جنيه أمر طبيعي جدا، ولكن القلق لما تكون الارتفاعات بصورة مش طبيعية، ومن المتوقع أن يستقر سعر الصرف في الفترة الجاية مع عودة تدفقات الدولار من مصادر مختلفة زي تحويلات المصريين في الخارج وعوائد السياحة. لكن بالرغم من دخول متحصلات دولارية على دفعات، منها الدفعة الثانية من مبلغ تنمية رأس الحكمة واللي بتوصل ل10 مليار دولار، ده غير حصول مصر على دفعة من قرض صندوق النقد الدولي واللي بتقدر ب 820 مليون دولار، إلا أنه لحد الآن كل المبالغ لا تعوض احتياجات الدولة من النقد الأجنبي بسبب إيرادات قناة السويس اللي في انخفاض مستمر، وبعد ما كان مقدر ليها أنها تنخفض بنسبة 40% ارتفعت ل 60% بسبب استمرار تصاعد الأحداث في غزة، وبسبب هجمات الحوثيين المتوالية على السفن العابرة في قناة السويس، بجانب انخفاض إيرادات السياحة على اللي كان متوقع. ده غير أن الدولة بتعاني من عجز متوالي في الموازنة العامة للدولة، وبتحاول تغطيها بسحب مبالغ من احتياطي النقد الأجنبي. البنك المركزي بيحاول يسحب سيولة تريليونية من الأسواق لسد العجز، ده غير تعاون الدولة المصرية مع العديد من الجهات المانحة للنقد الأجنبي زي بنك الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقية، والأموال دي هي اللي هتساعد على الإفراج عن كتير من السلع المتواجدة في الموانئ. طب يا ترى إيه اللي هيحصل في الدولار الفترة الجاية؟ أو زي ما بيقول الاقتصاديين، إيه هو مستقبل سعر الصرف؟ على الرغم من أن مصر اتبعت سياسة مرنة لسعر الصرف، لكنها مش بالمرونة الكافية اللي تساعد على امتصاص الصدمات الناتجة عن الأحداث العالمية واللي بتحصل في المنطقة المحيطة، ده غير عدم قدرتنا كدولة على دفع متأخراتها لشركات التنقيب عن الغاز، وكل ما يحل مواعيد أقساط وفوائد الديون ترتفع قيمة الدولار وسعره أمام الجنيه. ولكن مع دخول المليار يورو المتفق عليهم من بنك الاتحاد الأوروبي، من الممكن أن يعود الجنيه لقوته ويفقد الدولار جزء من مكاسبه اللي حققها الفترة السابقة، ولكن هيظل هو المسيطر على الأجواء الاقتصادية لمحاولة ضبط سعر الصرف لحد ما تقوم الشركات العالمية المنتجة للنفط بفك ارتباط الدولار بالبترول، وده اللي بيتسمى بالبترودولار واللي تم العمل بيه لأكتر من 30 سنة. خبراء كتير بيتوقعوا خلال الشهور الجاية إن مصر هتعيش أزمة جديدة للدولار، والسبب في ده هو اعتماد مصر على الأموال الساخنة مرة تانية، وهو اللي بيسبب في أزمة كبيرة في وقت هروب الأموال الساخنة من مصر.